لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي عهدك المولى الحسن وجد الله أثرك بشقيقك مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. سيري تكمشي، سيري جمعي راسك، سيري ربي هجوج بنيتات. بركة ورا شحال من مرة غنقولها ليك، بركة والله العظيم اللي بحالك ما خصوش أصلا يخرج ويهدار، والله ما خصه لا يخرج ولا يهدار ولا يقول كلمة. شنو سرك يا دنيا؟ يعني 370 ريال ما دفعتوا لهم، خالاتك تجيبونهم يغسلون لكم يسيقوا لكم الدار من فوق للتحت باش تعطونهم 200 درهم يا اللي ما تستحون. هاي جلين الحياة، لا تقعدون تمثلون على الناس، ترى احنا كلنا نعرف نمثل، كلنا نعرف نسوي روحنا مساكين، كلنا نعرف نمثل ونقول ان احنا مظلومين ونطلع نبكي، ترى اسهل من البكي ما في. أصحاب المؤامرة من كبيركم حتى صغيركم، وشكرا جزيلا لكل المغاربة، كنحماق عليكم، شكرا لكم خوتي لأنكم وقفتوا معايا، عمري نسى وقفتكم. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني أنا وأختي ابتدائيا واستئنافيا من هذا الحساب المشؤوم اللي صحابو هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابو قادينو وصايبينو بغاو يتعداو على الناس. وهذا المحضر اللي كيكذبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلانه وفلانه، الدنيا باطمه واختها، ها هو المحضر عند الفرقه الوطنيه ما داروش شكايه من الحساب، الدنيا باطمه واختها. اللي دخلني في هذه الزوبعه ودخلنا في هذه المؤامره الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا اسهل من البكي ما في، ولكن هذا كله خلي لي اياه على جنب، انا لحم ما بديت، كل الذي خلوا لي على جنب. جايه تكلمين عني انا؟ عني انا؟ انت من صدقك؟ انت عاقله؟ فيك مخ؟ انت لحن هبله؟ هبله يعني لحن ما عندك مخ؟ يعني كلمه هبله مو من مسطيه، يعني ما عندك مخ؟ ما عندكش العقل؟ حتى لغتكم نسيتها. شنو؟ ترى الشيء وقسم بالله يفشل، والله العظيم يفشل. من عرفتك وانا في مشاكل، ان كنت انت ولا كانت الاولى، الناس كلها كرهتنا من وراكم. ما عندنا سالفه الا بطمه ولا السابر ولا بطمه ولا السابر ولا بطمه وبعدين يا هالي تعبوا نفسياتهم من وراكم. بناتي الثنتين اللي عندك حطيتهم خايفه الحين لان الحكم طلع. طبعا طلع الحكم وراح اخذ الحكم ووثقه واجيب بناتي عن طريق الانتربول. سامعه؟ شئتي ام ابيتي. قلت لك كلمه انا، الله يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل. كان سند ليا وكتصحابوه بارك معايا في المغرب على اساس انه سند ليا وكيبغيني. شنو غيتصادح ليا في الاخير؟ انه هو اللي كيخرج اسراري وكيخرج كل اي حاجه كتقال عندي في الدار، فين مشيت فين جيت. كنت كنوقف غير ناكل شي حاجه كيوقف عليا واحد الموقع كنقول اواه كيفاش يعرفوني انا كاينه هنايا. اتضح في الاخر انه كاين جي بي اس في الطوموبيله ديالي الى غير ذلك. هذه مجموعه من الاسرار اللي نتوما ما عارفينهاش. علاش كنرجع نقول لكم مؤامره؟ يعني اللي كان سند ليا تسمسر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس.
كنت تبين تتفارقي، نتفارق بالاحسان، بالقلعه، بالسلامه يعني القلعه. اما تمثيليات وكل يوم طالعه، مره تبكين كان يضربني وكان يحط لي الاكل بين ما ادري شنو، وكان ياكل انت من صدقك، انت من بصدقك؟ ترى اللي ما تدري من اللي صدقوش، تعال بقول لك ما صدقوش. صدقوك عقلتك، المحيط مالك لانه شنو متخلف، لانه مستوى التفكير عنده عباره عن 3%، يعني مثل التليفون لما يوصل 3% يقعد يهنق، وانت عقلتك هالنقل بالضبط. اللي يشوفون الشيء بالمقلوب، يعني الانسان الزين يشوفونه شين، والانسان الشين يشوفونه زين، وهكذا ما جرى. فانت كذي. اما اليوم طبعا شفتوا طالع الحبيبه، انا راح اقول لكم السر الخطير، والناس كلها اوه دنيا بطمه راح تقول سر خطير. مسامحه، اللي كان اسمه راجلي وسندي وكان كيقول كيبغيني، مغرب قاعد يتصلون لي تليفونات وحاله، انا ماني بساكت. واللي كتقولي عنه راجلي اللي كان كيبغيني وبارك، كان بارك هنا حدايا يبيع اخباري. تدرين انا لما استحي كنت اقول اسمك، قسما بالله والله العظيم استحي. انا لما الناس يقولوا لي انت راجل دنيا، كنت اقول لهم لا انا محمد ترك، وهم الناس بزاف كاينين وموجودين وكيشهدوا على الكلام. شنو هو؟ انا كنت اقول اسمي انا محمد ترك، لاني انا كنت وصلت لمرحله ان والله العظيم اني قمت استحي واقول انك انت زوجتي من فعايلك، قسما بالله. كان كيبيع الاخبار ديالي للاعداء، وانا كنت استغرب. اواه، سمعتوا كلمه اواه؟ سمعتوها مزيان ياك؟ اواه، كنت فجاه الصحافه كيجوني دايركت، والسيرة تكمشي، سيري جمعي راسك، سيري ربي هجوج بنيتات. بركه، ورا شحال من مره غنقولها ليك، بركه والله العظيم اللي بحالك ما خصوش اصلا يخرج ويهدر، والله ما خصه لا يخرج ولا يهدر ولا يقول كلمه. ورا رحنا انا محمد ترك نقيتك، خليتك تتعرفي على ملوك، على امراء، على شعراء، على ناس لهم قيمه، قيتت وهذه دار وهذاك دار وهذا جا وهذا فعل. شحال من مره وكنت نقول لك ويا الدنيا، ولكن في واحد النهار باركين في الحي ما حد اوكي، وقالت دنيا بتسوي في شيء. كان اقول لها دنيا حبيبتي لا تسوين ولا شيء، عيب تسوين الاشياء لان انت كذي. ولا تقول لي امها العبقريه طبعا المسكينه الباشا، تقول لهم اواه ما بغيتهاش تاخذ حقها. قلت لها حق؟ قلت لها الانسان ارتقى. انا لما ارتقي عن البني ادم ترى طبعا هذا اكبر شيء في دنيتي. انا انزل روحي لواحد بارك فوق الداري كي يخور في نيفه، ولا قاعد لي في قهوه شاد للويفي وقاعد يهدر في الواتساب وعاير عباد الله، انا بقعد اجاوبه؟ الحين انا نزلت لمستواه، ترى انت اللي نزلتوها لمستواكم. ابتدائيا واستنافيا انا واختي بريئات من حساب حمزه موبابي، ما كندخلوا ليه، ما كنشروا فيه تصاور، ما كنبتزوا الناس، ما كنقتلوا الناس فيه، ما كان حتى شي حاجه. انا غنقرا لكم دابا الحكم اخوتي وانتم شهدوا. انتوا اللي نزلتوها لمستواكم. انا حبايبي هني اقول لكم الكلام الاخير، لان انا ما بطول في اللايف هذا لان كميه الاتصالات مو براضيه تسكت. اللي بقول لكم اياه في اللايف، طبعا كل اللي قالته الفنانه دنيا بطمه كلها كذب في كذب. دنيا بطمه عمرها ما قالت كلمه صح، كلها كذب في كذب. دنيا بطمه اللي انتوا قاعد تشدون الظهر فيها وتحمونها، وقاعدين انتوا وتقولوا عنها ان هي انسانه. طبعا احنا ما نقول عنها ان هي صاحبه حساب، ولا نقول عنها ان هي لها يد في الحساب، ولا نقول عنها ان اي شيء. انا اتكلم لكم انا بكلمه واحده وباختصار لكل هالسيناريو. هذه الانسانه اللي يربطني بيني وبينها بنات فقط لا غير.
بتجبدين سميتي بسمعك حكي وكلام راح اخليك الليل ما تنامينه. وثاني شيء اللي هو المهم، هالبنات الثنتين اللي مخليتهم عند خالتك وقاعده انت باركت لي في طنجه بالاصح، ربيهم اذا انك انت خايفه عليهم. يلي انت قاعده في نهايه رسالتك تناشدي جلاله الملك. انت عارفه شنو يعني تناشدي جلاله الملك؟ اول شيء تحيه لجلاله الملك، والله ينصره على كل من عاداه ويسر له امره ويبعد عن المغرب كل شر. مو فاضي لا يرد. انا اقول لك اياها باختصار مفيد. اللهم لا شماته، اللهم لا شماته، اللهم لا شماته. انا بناتي راح اجيبهم قانونيا، انت ما خليتي اي حبل وصل علشان على الاقليه على قولتكم بالمغربيه تخلي الماء من فين يدوز. سمعتيها مزيان؟ تخلي الماء من فين يدوز. انتم ما خليته، طبعا قطعتوا كل القنوات وكل الامور. هذه الانسانه يا رابع، يا اخواني، يا صديقيني، يا اصدقائي، يا خواتي، يا اخواني، الله يرضى عليكم لا تجيبون لي طاريها لا بخير ولا بشر. انا اللي يجمعني بنتين انا باخذهم بربيهم في بيئه نظيفه، بيئه نظيفه. ام متعلمه دارسه، مو بام جاهله تلبس نظارات وتقعد بس حياتها من الصبح لليل على الانستغرام والواتساب وشنو فلانه دارت شنو. ولا خوات ما يعلم بهم الا رب العالمين. ولا زوج اخت كان انتم عارفين شنو. ولا الربع اللي حولهم لاهبين على ديرتهم، ديرة حمد بن سلمان، محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملكنا الله يطول لنا بعمره. ديرة العز يون عارفون عاداتهم وتقاليدهم ويفهمون شلون الحياة تمشي، يطلعون من البيئة اللي ما لها أساس أصلا. شكري الخاص للقضاء المغربي اللي برأني من حساب حمزة موبيبي أنا والأخت ديالي ابتدائيا واستئنافيا، ولا كلمة فوق كلمة القضاء. وما نقدروش نكذبوا القضاء لأنه كاين أوراق وكاين أحكام وما نقدروش نكذبوها. بغيت نقول واحد رسالة لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم. بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشفوعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي أحدك المولى الحسن وجد الله وأسرك بشقيقك مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. أنا دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أن تتفضل وتشملني بعفوك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا عايزة أعتذر بالحق عيد حقرة وبناتي عياو بغرب بيهم بسلام. عيد من الناس تعدوا عليا وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الضاربين انا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي.
لا اكثر ولا اقل. وبكائي مش ضعف، وانتم يا اصحاب المؤامره على درايه بهذا الموضوع. انا اقوى ما تتخيلون، ولكن ويلكم من رب العالمين. فين غتهربوا من الله سبحانه وتعالى؟ انا ضميري مرتاح لانه ما داير والو، اختي ضميرها مرتاح مسكينه، الله يجعلها لها مغفرة الذنوب لا اكثر ولا اقل. ولكن ويلكم من رب العالمين، فين غتمشيو من رب العالمين وعندكم العزيزة فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أصحاب المؤامرة، من كبيركم حتى صغيركم. وشكرا جزيلا لكل المغاربة، كنحماق عليكم، شكرا لكم خوتي لأنكم وقفتوا معايا، عمري نسى وقفتكم. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني أنا وأختي ابتدائيا واستئنافيا من هذا الحساب المشؤوم، اللي صحابو هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابو قادينو وصايبينو بغاو يتعداو على الناس. وهذا المحضر اللي كيكذبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلانه وفلانه، الدنيا باطمه وخفها، ها هو المحضر هذه الفرقه الوطنيه ما داروش شكايه بالحساب، بدنيا باطمه وخفها. اللي دخلني في هذه الزوبعه ودخلنا في هذه المؤامره الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا شكرا لصاحب الجلاله انه متعنا كمواطنين مغاربه كلنا سواسيه بالعفو الملكي، والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربيه. وكنحماق عليكم كاملين، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. باي باي. كنتمنى انه الصوره وضحات بالدليل والبرهان وبكلام القضاء اللي ما كاينش كلمه فوقه، ونتمنى انني وصلت تفسير وتعليل صحيح، ووضحت لكم انه كل ما يروج اشاعات ومغالطات. وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي داروا هاد الزوبعه وفتنه في البلاد، وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي ما عندهم لا شفقه ولا رحمه. وكل من كيادي اخوه المسلم كنقول لي الله ياخذ فيك الحق. وكنحماق عليكم، حقنا عند الله سبحانه وتعالى، وانا متاكده كما قلت لكم باقا ما ساليتش. انا حقي عمري من احنا علمنا سيدنا وعلمونا جدودنا ان حقنا نقوره حتى ناخذوه اذا كنت مظلوم. وانا اذا ظالمه هاد الناس الله ياخذ فيا الحق يا ربي. والى هما ظالميني بغيت العلامه تبان في الايام المقبله يا ربي، ويعيشهم ربي ضعف ما تمنوه لينا وما عايشونا فيه. شكرا لكم بزاف بزاف، كنحماق عليكم.